لو سألتك أيها المشاهد تعرف إيه عن الحديد، غالبا هتجاوب وتقول لي والدتي بتقول لي كل يا ابني سبانخ علشان فيها حديد. طب حد قال لك قبل كده إيه اللي ممكن يحصل لو الحديد زاد في جسمك؟ إيه؟ لو جبت مغناطيس هيلزق فيا؟ أكيد لأ. هنعرف مع بعض إيه اللي هيحصل وإيه المرض المرتبط بالموضوع ده. مبدئيا الحديد عنصر من العناصر المهمه جدا لجسمنا، وخصوصا انه بيخش في بناء الدي ان ايه بتاعنا، وكمان بيخش في بناء كرات الدم الحمراء وغيرها من الوظائف المهمه جدا للحديد. ومن الحاجات المميزه للحديد وبخلاف باقي المعادن فنسبه الحديد في الجسم بيتم التحكم فيها عن طريق الامتصاص او الابزوربشن. طب يعني ايه امتصاص؟ الامتصاص هو ان المكونات البسيطه الناتجه من عمليه الهضم تنتقل من مجرى الجهاز الهضمي وتروح للدم. وانس انها وصلت للدم فبكده يكون تم امتصاصها. الحديد بقى بيتم امتصاصه في الجزء الاول من الامعاء الدقيقه. بيتم امتصاصه ازاي؟ يجي بروتين اسمه فيروبروتين يمسك في الحديد وينقله للدم. بس مش كل الحديد اللي هيدخل الجسم البروتين ده هيساعد في امتصاصه. موضوع الامتصاص ده بيتم حسب احتياج الجسم، والمتحكم في الموضوع ده بروتين تاني بيفرز من الكبد اسمه هيبسيدين. وخلي بالك احنا كده عندنا هيبسيدين وفيروبروتين. المهم بقى لو الحديد زاد في جسمك هيزيد معاه الهيبسيدين، فيعمل ايه؟ هيمنع ارتباط الحديد مع الفيروبروتين، وبالتالي كده مش هيتم امتصاصه، فيحافظ لك على النسبه الطبيعيه في الجسم. والعكس صحيح، انه لو قل الحديد فهيقل معاه الهيبسيدين علشان الفيروبروتين ياخد راحته كده ويمتص لنا شويه حديد يظبطوا نسبته في الجسم. طب ايه اللي هيحصل لو زادت نسبه الحديد في الجسم؟ مش ممكن الجسم يتخلص منه ويخرجه زي ما بيخرج اي حاجه تانية؟ الفكره ايها المشاهد ان جسمنا اصلا ما عندوش آلية للتخلص من الحديد، ولو حصل انه خرج جزء فبتبقى نسبه ضئيله جدا في العرق او مع الخلايا الميته او مع اي جرح او نزيف في الجسم. غير كده الحديد ما بيخرجش، فعلشان كده زيادته شيء مش حلو خالص، لانه بيسبب ما يسمى به مرض ترسب الاصبغه الدمويه او الهيموكروماتوزس. طب ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الحديد يزيد لحد ما يسبب المرض ده؟ وخصوصا ان احنا قلنا ان في عندنا تنظيم للموضوع، في بروتين اسمه هيبسيدين هيمنع امتصاص الحديد لو الحديد نسبته زادت، فالمفروض كده هو هيحافظ لي على النسبه الطبيعيه. ما هو الفكره بقى ان في مشكله اساسا في الهيبسيدين، وده سبب وراثي نتيجه حدوث طفره في الجين المسؤول عن تكوين بروتين الهيبسيدين، فبكده افرازه هيقل من الكبد وده هيزود من امتصاص الحديد. والسبب الوراثي ده هو السبب الرئيسي في مرض الهيموكروماتوزس. في برضو اسباب تانية ثانويه، زي ان المريض مثلا كان بياخد جرعات دم الحديد فيها عالي، او انه كانت عنده مشكله في كرات الدم الحمراء. مشكله مش في عددها، لا العدد كويس، لكن المشكله في ان كرات الدم الحمراء دي مش قادره تقوم بوظيفتها، فبكده الجسم هيترجم ده انه كده مفيش كرات دم حمراء وانه محتاج يبني منها كتير، فيقوم مزود امتصاص الحديد اللي زي ما قلنا من شويه انه بيخش في بناء كرات الدم الحمراء. برضو السبب ممكن يكون انه في تليف في الكبد، فبكده مش هيبقى قادر انه يفرز الهيبسيدين بكميه كافيه. طب تمام، ايه المشكله برضو اما الحديد يزيد في جسمي؟ ما اكيد دي حاجه حلوه هتخليني شخص قوي كده وحديد. طبعا الموضوع مش كده خالص. الفكره ان الحديد الزياده ده هيترسب في اعضاء كتير، وطبعا ده هيأثر على وظائف الاعضاء دي. بتعرف تعد لحد كام؟ خد عندك اولهم واخطرهم هو الكبد. الحديد لو اترسب في الكبد هيعمل فيه تليف، وممكن يوصل لمرحله انه يسبب ما يسمى به الهيباتوسيلولار كارسينوما او سرطان الخليه الكبديه. ممكن برضو يترسب في عضله القلب فيعمل حاجه اسمها كارديوميوباثي او اعتلال في عضله القلب. ممكن يترسب في خلايا بيتا الموجوده في البنكرياس، وخلايا بيتا دي هي المسؤوله عن افراز الانسولين، فترسب الحديد فيها هيمنعها عن انها تقوم بوظيفتها، وبكده مفيش انسولين، ومفيش انسولين يعني سكر، وبالتحديد هنا بيكون اسمه السكر البرونزي او الدايابيتس برونز. ممكن برضو الحديد يترسب تحت الجلد، في المفاصل، في الغده النخاميه، في المخ. واصلا كون ان في حديد زياده في الجسم ده بيعتبر شيء سام، ومع الوقت بيدمر الاعضاء والانسجه. طب ازاي اقدر اشخص مريض الهيموكروماتوزس او لا قدر الله عندي هيموكروماتوزس؟ ازاي اقدر اعرف حاجه زي دي؟ اول حاجه ممكن نلمحها هي تحول لون جلد المريض للون البرونزي، وده لان ترسب الحديد تحت الجلد هيخليه يزود من افرازه لصبغ الميلانين، وصبغ الميلانين ده هو المسؤول عن لون الجلد. برضو عن طريق البلاد تيستس او اختبارات الدم، واللي من خلالها بنعرف نسبه الحديد في الدم. برضو تحاليل السكر، تحاليل وظائف الكبد بتساعد في اننا نشخص المرض. حاجه كمان مهمه جدا وهي اننا بنشوف الفاميلي هيستوري او التاريخ المرضي للعيله، وكمان بنشوف التحليل الجيني لان زي ما قلنا ان ده مرض وراثي. ماشي، طب والحل؟ الحل الحمد لله بسيط جدا، حاجه اسمها الفليبوتومي، وهي اننا ببساطه هنسحب من المريض حوالي 500 مللي دم كل اسبوع. طب ليه بنسحب دم؟ لان الجسم لما يلاقي فيه 500 مللي دم كده تاخده منه هيحتاج ان هو يعوضهم، فيستخدم ايه في تكوين الدم ده؟ ايوه صح، حديد. هيستخدم الحديد في انه يكون دم جديد بدل ال 500 مللي اللي بتاخده منه، وكل ما هنسحب دم كل ما الحديد نسبته هتقل. المهم ان احنا بنستمر في الموضوع ده باننا بنسحب 500 مللي دم كل اسبوع، وكل ما حاله المريض تتحسن كل ما بنزود المده. يعني بدل ما هنسحب كل اسبوع لا هنسحب كل اسبوعين، لا كل شهر، كل 6 شهور، وهكذا. والطريقه دي هي اشهر طريقه للعلاج
العلاج. وجنب الطريقه دي طبعا بنمنع عن المريض اي مصدر للحديد زي اللحمه والكبده والتفاح وغيرهم. طب لو المريض عنده مشاكل تمنعنا اننا نسحب منه دم، زي ان مثلا نسبه الهيموجلوبين عنده قليله عن الطبيعي، في الحاله دي هنلجأ للادويه. وبس كده، ده كان موضوعنا النهارده، واللي يعني من بعده المفروض نتامل في نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. ويعني اتمنى ان الموضوع يكون افادكم، ولو حد عنده اقتراح لموضوع حابين ان احنا نتكلم عنه يعني عرفونا تحت في الكومنتس. وما تنسوش بقى اللايك الجميل والشير، ولو حد ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. ودمتم سالمين.